نفسك تحضر حفله اي مغني انت بتحبه، او تحضر الماتش اللي انت نفسك تتفرج عليه الفريق اللي انت بتحبه، تعرف ان في ناس في القبور نفسها ان هي ترجع لحظه واحده للحياه علشان تبدا ان هي تصلي وترجع لربنا. تعرف ان انت مهمتك في الحياه ان انت تعبد ربنا حق عباده. انا مش ملاك ومش ما بغلطش ولا اي حاجه، صدقني ممكن ان انت لو فكرت في اللي انا بقوله لك ده شويه تعرف اني على حق. لسه الوقت قدامك، الاوان ما فات، انت دلوقتي عايش وقادر ان انت ترجع لربنا. في ناس كتير ما جاتلهاش الفرصه دي وبتتمنى ان هي تجيلها الفرصه دي، وكلنا عارفين الايه اللي ربنا قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني قدمت لحياتي. فالحق توب لربنا علشان ما تبقاش في نفس المكانه دي في يوم من الايام، لان في الوقت ده انت مش هتاخد غير العذاب. صدقني الدنيا مهما كانت بمشاكلها بحلوها بمرها مفيش اي حاجه تستاهل ان انت تعملها غير ان انت تحاول تحسن علاقتك بربنا، لان مهما عشت في الحياه دي سنه 2 100 في الاخر هتموت، وهنا هتبدا حياتك الحقيقيه، يا اما في الجنه يا اما في النار. فاعمل اللي يخليك تفضل عايش للابد حياه منعمه.